السلام عليكم، وكيف حالكم وكيف حال صحتكم؟ ما شاء الله بخير. الشرح اليوم بيكون عن مدير الملفات اللي إصدار 13 وإصدار 12. ممكن هذا إصدار 13 بروحه و12 بروحه. هذا الإصدار ال 13 جهاز ام 13، ذاكرة 128 والرام 6. في اللعبة كويس، لكن مدير الملفات يخليك ممكن تعدم التليفون متاعك أو تحسها بالحيط. المفيد هذا مدير ملفات أهو. أول مدير ملفات جديد اسمه تنزل كم الرابط متاعه في القناة. تدخل على مدير ملفات، تضغط على كلمة هومي. كويس. ونجو عند ذاكرة الجهاز. من ذاكرة الجهاز نضغط على المربعات جنب بعضهم. عندك هنا نديرو الاندرويد، ونديرو مثلا الداتا. طالع اضغط على كلمة ملفات، ارجع بضغط على كلمة ملفات باش تتغير لك على الشكل هوا. برضو حتى هذا على كلمة الاندرويد، على كلمة الداتا. تطلع كلمة اضغط على كلمة ملفات طول. ارجع ضروري تضغط على كلمة كلمة الملفات تطلع لك باش يتغير شكلها. اخش هنا من جديد ونضغط على كلمة اندرويد، كلمة الداتا. يا سيدي ما نبي لك، اقلب لك خلاص. كنت تو سكر عليها، خليها طبقة واحدة اللي هي نجي هنا ندور على كلمة الاندرويد او بي بي. ضغطة مطولة وثلاث نقاط اللي فوق وإعادة التسمية، وتكتب له حرفين وأمور ضيقة. ترجع خطوتين لورا ونجول الداتا وندوروا ملفنا في الداتا. تعطيه ضغطة مطولة وتعطيه ثلاث نقاط وإعادة التسمية وتسميه. يعني تزيد له حرفين رقمين أي شي تبقى حافظه أنت. ونفسه هو في الأو بي بي. نفس أنا تو داير ببجي كوم كوريا 64 ولا 38. تطلع بالبطمة الوسطية وتاخذ وتحدث اللعبة وتنزل اللعبة الثانية. يوم تنزلها تثبتها، ما تعطيش تثبيت، ما تعطيش فتح، تثبت وما تفتحهاش. يوم ما ثبتت تعطيك كلمة فتح، ما تقدرش فتح. ترجع لمدير ملفات من جديد، تضغط على الداتا، تعطيك كلمة الملفات باش تنقسم معك الشاشة اثنين. نجي هنا ندورو ملف اللعبة اللي هو غيرنا له الاسم متاعه. ترجع هيك تعطيه إعادة تسمية. الحرفين اللي كنت زايدين هذينا تحذفهم انت، تعطيه كلمة حسنا وتنزل لوطة اللي هو ذيكي. تعطيه ثلاث نقاط وتعطيه كلمة إعادة تسمية وتحذف الحرفين وتعطيه كلمة حسنا. بعدين تمشي تعطي أذنات للإي بي كي وتخش تطبع. وبعدين تسكر مدير الملفات نهائيا. وتو نزل لكم الرابط متاعه باش تحملوه من سوق بلاي. وتحياتي للجميع. طبعا مدير الملف هذا ما ينفع كذا بكي، يفتح لك حاجات وحاجات لا. زد شيفر ممكن تدخل على ملف داونلود تليجرام اوكي، لكن ملفات اللعبة مستحيلة. شنو عندك تاني؟ هذينا مدير الملفات اذا كان عندك في الاصدار 13 احذفهم. تنزل لك الرابط متاعه هو. تنزل لك الرابط متاعه في القناة وتنزلوه وتستخدموه. وتحياتي للجميع. شوي تاني نزل لكم كيف تثبت الملفات. السلام عليكم.